تو نحن حكينا على السينما في العالم ومازال برشا باش نحكيو عليها، اما السينما نتاعنا ما حكيناش عليها، وإحنا علاش نطولوا في الحكايه؟ اجي نحكيو على السينما التونسيه اللي تقريبا ديما حاضره في المحافل الدوليه وتاخذ في جوائز، اما في تونس ديما تاكل في الكف، زعما عليه اجا نحكيو فيه. مرحبا بك صديق وصديقتي اللي تتفرج، انا دالي وهذه حلقه جديده من سلسله نحكيو فيه على قناه ثله. وقبل ما نبداو ما تنساش تعمل ابونمون للشين وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد الكل. السينما التونسيه تعتبر واحده من اكثر التجارب السينمائيه العربيه والافريقيه اللي عندها حضور قوي وواضح في اكبر المهرجانات العالميه خلال ال20 سنه الاخرانيين، من وقت الافلام الاولى والمفصليه متاع رواد كبار في السينما كيما نوري بوزيد وفريد بوغدير ومفيد التلاتلي، وصولا للجيل الجديد متاع المخرجين كيما كوثر بن هنيه وليلى بوزيد، مهدي الهميلي، أريج السحيري وعبد الحميد بوشناق وغيرهم برشا. نجحت تونس باش تفرض اسمها وتحجز بلاصه في اهم المحافل العالميه للسينما كيما مهرجان كان، برلين، فينيس، البندقيه، ساندانس، حتى لين وصلت للترشيحات النهائيه لجوائز اوسكار. وبرشا من النقاد والباحثين في السينما يشوفوا اللي تونس مع الوقت ولات مخبر للسينما العربيه المؤلفه، سينما دوتور، يعني سينما يقودها المخرج برؤية فنية وفكرية وجمالية واضحة ومستقل، بعيد على منطق السينما التجارية اللي هدفها الأساسي الترفيه والربح. أما في المقابل النجاح الكبير اللي حققته السينما التونسية في الخارج يقابل واقع مختلف تماما داخل تونس، وين تتلقى الأفلام التونسية في برشا مناسبات نقد لاذع ورفض مجتمعي، يوصل ساعات حتى الحملات مقاطعة واتهامات جاهزة انها ما تمثلش المجتمع التونسي وتسوق الصورة خايبة للبلاد. ولهنا فما سؤال اساسي يطرح روحه، علاش السينما التونسية تحصد جوائز وإشادة من خارج بينما في اغلب الاحيان تعجز على كسب الجمهور المحلي وتعمير قاعات السينما في تونس؟ المفارقة هذه ما تنجمش تتفسر بسبب واحد فقط، بل هي نتيجة تداخل عوامل ثقافية واقتصادية وفنية وتاريخية تراكمت على امتداد عقود. وأول عامل يتمثل في الاختلاف الجذري بين مفهوم الفيلم السينمائي عند المشاهد العادي وعند لجان التحكيم في المهرجانات الدولية. المهرجانات العالمية ما تكرمش الفيلم على خاطره هو اللي يضحك أكثر ولا يجيب في أكثر مداخيل في شباك التذاكر، بل تلوج على أعمال اللي عندها رؤية بصرية جديدة واللي تطرح أسئلة إنسانية وسياسية معقدة تدفعك للتفكير. هذاك علاش المواضيع اللي تتناول الهوية، الدين، الجنس، الهجرة والإرهاب وحقوق المرأة والذكرى الجماعية تلقى اهتمام كبير عند النقاد في الخارج، خاطرها تعكس واقع اجتماعي وسياسي معقد، في حين يشوفها جزء من الجمهور التونسي على أنها تركز فقط على الجوانب السلبية للمجتمع وكأنها تتعمد توري صورة خايبة على تونس. ومن جهة أخرى المدرسة السينمائية التونسية في حد ذاتها تمثل عامل أساسي باش نفهم القطيعة هذه. من الستينات لليوم المخرجين التوانسة تأثروا بالسينما الأوروبية المستقلة وخاصة بالموجة الفرنسية الجديدة لا نوفيل فاغ والواقعية الجديدة الإيطالية، واعتبروا الفيلم وسيلة للتعبير الفكري والنقدي أكثر من كونه منتج تجاري موجه للاستهلاك السريع والترفيه. زيد على هذا تأسيس أيام قرطاس السينمائية GCC سنة 1966 على يد المفكر والناقد الطاهر شريعة لعب دور محوري كبير في ترسيخ التوجه هذايا، باعتبار أنه الهدف الأساسي للمهرجان دعم السينما العربية والأفريقية المتلازمة ذات البعد الثقافي والفكري ومقاومة السينما التجارية الهوليودية. الاختيار هذايا خلى المخرج التونسي يخاطب في برشا حالات جمهور عالمي ونخبوي متعود على الأفلام الفنية المراكبة، في حين يبقى الجمهور المحلي أقرب للسينما الجماهيرية اللي تعتمد على السرد السريع، الإثارة والكوميديا والدراما المباشرة. وهنا تلقى فجوة كبيرة في طريقة تلقي الفيلم، الناقد يشوف فيه عمل فني متكامل بينما المشاهد العادي يشوفه معقد بطيء وما فيهش الفرجة اللي يستناها. عامل آخر مهم يتمثل في طبيعة المواضيع اللي تطرحها السينما التونسية وجرأتها. في السينما التونسية الحديثة ما تتهربش من المواضيع الحساسة، بل تعتبرها في أغلب الأحيان محور أعمالها الرئيسي. نلقاو أفلام تناقش التطرف الديني، التحرش، الاغتصاب، العنف الأسري، الفساد السياسي، العنف المادي والرمزي داخل المؤسسات، المثلية الجنسية والهجرة غير النظامية، الحرقة. بالنسبة للنقاد ولجان التحكيم قوة السينما هذه تكمن في قدرتها على مساءلة المجتمع وعدم اكتفائها بتمثيل صورة مثالية ومصنوعة عليها. أما بالنسبة لجزء مهم من الرأي العام التونسي فالتركيز المتكرر على الأزمات يخلق انطباع أن السينما التونسية تقدم البلاد كأنها فضاء للظلام والمشاكل كهو، وهذا اللي خلاها تتعرض باستمرار لاتهامات من نوع تشويه صورة تونس والبحث عن رضا الغرب والمنح الأجنبية. وزاد النقاش هذا كبر بشكل واضح بعد ثورة 2011 وقت اللي توسعت مساحة حرية التعبير مقارنة باللي كانت عليه قبل. وشير برشا دراسات نقدية وباحثين في السينما التونسية بعد الثورة إلى أنه الإنتاج السينمائي عرف تنوع كبير في المواضيع والأساليب البصرية، كما زاد حضور الإنتاجات المشتركة مع مؤسسات أوروبية وصناديق دعم دولية. الشيء هذا ساعد في أنه السينما التونسية تنتشر عالميا وتحصد جوائز مرموقة.
وشموخة، لكنه في نفس الوقت خلاها أكثر جرأة في تناول التابو الاجتماعية والسياسية والدينية، وهذا اللي عمق حالة التوجس والنقد المحافظ تجاهها عند جزء كبير من الجمهور. كما زاد آليات التمويل تلعب جزء كبير في تشكيل مضمون الأفلام وبنيتها الجمالية. برشا أفلام تونسية تنتج بالشراكة مع مؤسسات أوروبية كما فرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد، إضافة إلى صناديق دعم عربية ودولية كما صندوق البحر الأحمر، مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق آفاق. وهذا يعتبر أمر طبيعي وضروري في صناعة السينما المستقلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وقدرة السوق المحلية على تمويل مشاريع سينمائية كبيرة. أما في المقابل خلق الواقع هذا عند بعض المتابعين والنقاد اعتقاد بأن بعض المخرجين يختاروا مواضيع معينة لأنها تلقى اهتمام كبير عند الممولين الغربيين أو عند لجان اختيار الافلام في المهرجانات. لكن في المقابل برشا اكاديميين وصناع افلام ياكدوا انه التمويل الخارجي ما يعنيش بالضروره فرض اجنده وشروط فكريه، لكنه مجرد وسيله تقنيه واقتصاديه لتعويض غياب سوق سينمائيه وطنيه قادره على تمويل افلام ذات جوده عاليه. وزاد ما نجموش نتجاوزوا العامل الاقتصادي والبنيوي اللي يعاني منه القطاع الثقافي في تونس. السوق السينمائيه التونسيه تعتبر صغيره نسبيا، وعدد قاعات السينما عرف تراجع كبير بعد التسعينات، وخاصه بعد خوصصه مؤسسات الانتاج واغلاق عشرات القاعات التاريخية في مختلف الولايات وحتى في المدن الكبرى. ورغم ظهور بعض القاعات الحديثة في وسط المراكز التجارية أو بعض الفضاءات الثقافية المستقلة، إلا أنه ثقافة الذهاب المنتظم للسينما أسبوعيا أو حتى شهريا ما زالت راسخة عند شريحة كبيرة من المجتمع مقارنة بدول أخرى. وبناء على هذا الفيلم التونسي ما ينجمش يسترجع تكلفة إنتاجه من شباك التذاكر المحلي كهو، بل ولا يعتمد أساسا على المهرجانات الدولية ويبيع حقوق العرض على المنصات الرقمية والقنوات التلفزية العالمية والمنح الثقافية. وهكا ولات المشاركة في المهرجانات الدولية ما هيش مجرد تشريف أو بحث عن الشهرة، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية المنتوج السينمائي التونسي. الاختلاف في توقعات الجمهور يلعب دور محوري في توسيع الفجوة هذه. المشاهد التونسي العادي يقارن الفيلم التونسي في أغلب الأحيان بالإنتاجات التجارية الكبرى كما الأفلام المصرية، الهوليودية والمسلسلات التركية اللي تعتمد على ميزانية ضخمة وإيقاع سريع وعناصر تشويق وفرجة واضحة. أما الفيلم التونسي المؤلف غالبا يميل للإيقاع الهادئ، اللقطات الطويلة والنهايات المفتوحة تخلي للمشاهد حرية التأويل والرمزية العميقة. هذه عناصر يقدرها الناقد ولجنة التحكيم، لكنها مش بالضرورة تجذب المشاهد اللي يلوج على التسلية والهروب من ضغوطات الحياة اليومية. ومن لافت زادة الجدل الكبير اللي يرافق برشا أفلام تونسية يمكن يكون في حد ذاته واحد من الأسباب في نجاحاتها الدولية ولفت الانتباه لها، خاطر الأعمال اللي تثير نقاشات حول الهوية والسلطة والحرية وحقوق الإنسان تلقى صدى واسع عند النقاد الدوليين، خاطرها تتجاوز الإطار المحلي الضيق وتطرح أسئلة إنسانية عامة. وهذا يبان بوضوح في النجاح العالمي الاستثنائي الأفلام حديثة كما الرجل الذي باع ظهره الكوثر بن هنية وبنات ألفة اللي وصلوا للترشيحات النهائية في جوائز أوسكار وحققوا حضور قوي في أهم المهرجانات العالمية مع تغطية إعلامية واسعة بفضل الطريقة المبتكرة اللي عالجوا بها العلاقة ما بين السياسي والذاتي والإنساني في سياق يتجاوز الحدود الجغرافية. ورغم هذا الكل من الخطأ أن نقولوا أن المجتمع التونسي يرفض السينما الوطنية بالكامل وينفر منها بصفة مطلقة، على خاطر تاريخ السينما التونسية يوري بوضوح أنه برشا أفلام تونسية نجحت في تحقيق نجاح جماهيري كبير داخل البلاد وعمرت قاعات السينما الأسابيع طويلة كما عصفور السطح الفريد بوغدير وصمت القصور المفيدة تلاتلي وريح السد النوري بوزيد. الأفلام هذه أثبتت أنه النجاح الفني والاعتراف العالمي ما يتعارضوش بالضرورة مع النجاح الجماهيري، وقت الفيلم يلقى التوازن ما بين الجودة الفنية والقدرة على مخاطبة المشاهد بلغة سينمائية قريبة منه من غير ما يتخلى على العمق الفكري والجمالي. وفي السنوات الأخيرة المتابعين لاحظوا بروز جيل جديد من السينمائيين والسينمائيات التوانسة اللي حاولوا بجدية يلقاو توازن ما بين الطموح الفني وتطلبات الجمهور المحلي بالاستفادة بالطبيعة للمنصات الرقمية والتغيرات السريعة في طرق المشاهدة والتوزيع. كما أنه الاعتراف الدولي المتواصل لمهارات المخرجين والتقنيين التوانسة بالإضافة للمكانة الرمزية والتاريخية لأيام قرطاج السينمائية يبين أنه السينما التونسية ولات لاعب أساسي في المشهد السينمائي العربي والإفريقي. في النهاية النجاح الاستثنائي للسينما التونسية في الخارج والرفض أو التحفظ النسبي اللي تلقاه داخل المجتمع التونسي ما هيش ظواهر متناقضة قدر ما يعكسوا اختلاف جوهري في النظرة لوظيفة السينما نفسها وطريقة تلقيها، خاطر المهرجانات والنقاد الدوليين يقيموا الفيلم حسب قيمته الفنية وجرأته الجمالية وقدرته على طرح أسئلة جديدة وغير مألوفة. أما جزء كبير من الجمهور المحلي ينتظر من الفيلم تجربة تنفيذية تعكس صورته للمجتمع أو تعطيه المتعة والراحة قبل أي شيء آخر. وما بين الزوز هذم السينما التونسية مواصلة في تطورها وحركتها ومحافظة على مكانتها العالمية، وفي نفس الوقت ما زالت تتلوج على المعادلة اللي تخليها تجمع ما بين الاعتراف الدولي والاحتضان الشعبي داخل تونس. ولهنا أصدقائي وصديقاتي وصلنا لآخر الحلقة. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في السينما التونسية وقولوا لنا شنو آخر فيلم تونسي تفرجتوا عليه. نتلقاو في موضوع جديد.